مليون باش تمشي تتفرج في المنتخب الوطني المغربي في الفينال ديال كأس العالم للشباب ضد الارجنتين. شفتوا شنو طرا لباريس سان جيرمان في غياب اشرف حكيمي؟ توك توك في التيك توك. هذه اهم الاخبار ديال الكره ديال اليوم. كمل معي الفيديو حتى الاخر باش نعطيك كلشي بالتفاصيل، وما تنساش لايك واشتراك القناه والله يسهل على الجميع. وقبل ما نبداو بالخبر الاول بغيت نعرف شكون فيكم تعرف على هذا الوليد الصغير. ونبداو بالخبر الاول اللي متعلق بالمنتخب الوطني المغربي، حيث اليوم الفيفا اعلنت على التصنيف العالمي للمنتخبات ديال شهر 10، فين المنتخب الوطني المغربي كيتراجع الى المركز رقم 12. القيمه السوقيه ديال المنتخب الوطني المغربي هي الدوبل ديال القيمه ديال المنتخب الجزائري، ورسميا منتخب الاسود كيترأس اللائحه ديال اغلى المنتخبات العربيه اللي تأهلوا للمونديال القادم. اللجنه المنظمه لكأس افريقيا كتعلن على بيع 222,206 ديال التذاكر الخاصه بالمباريات حد الساعه. اما فيما يخص المونديال القادم بامريكا كندا والمكسيك، حد الساعه تم بيع ازيد من مليون تذكره. رسميا اللبؤات المغربيات سناء مسعودي وغزلان الشباك ضمن المرشحات للفوز بجائزه افضل لاعبه في القاره الافريقيه. ورسميا المنتخب الوطني المغربي النسوي ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل منتخب نسوي في القارة الإفريقية. في غياب أشرف حكيمي على مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورغ، النادي الباريزي في ملعب حديقة الأمراء تيكتفي بالتعادل نتيجة 3-3. رسميا تم تأكيد غياب الحارس المتألق ياسين بن شاوش على المباراة النهائية في إطار مونديال الشباب ما بين المغرب والأرجنتين، وتم استدعاء حارس حسنية أكادير إلياس معتق. الخطوط الجوية الملكية لارام خصات 2 ديال الطيارات بالنسبة المشجعين اللي بغاو يحضروا المباراة النهائية ما بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال الشباب اللي غادي يتقام في الشيلي. والسعر هو 1,000,000 سنتيم، فيها التذكرة ديال لالي وديال الروتور والتذكرة لحضور المباراة.